صباح الفل وصباح الخير اللي هيشوف الفيديو بالنهار، ومساء العسل اللي هيشوف الفيديو بالليل. هنعمل مع بعض ايه؟ نبدأ الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبدأ مع بعض نعمل فطيرة ست كريمة او فطيرة احمد امين زي ما اتشهرت بقى. اول حاجة هنعمل الشربات: كوباية سكر، كوباية الا ربع مية، عليهم عصرة ليمونة، ياريت تكون نص ليمونة صغيرة بس عشان ما نحسش بمزازة الليمون. هنحطه على النار يغلي 5 دقايق. اول ما يغلي نحط عليه باكت فانيليا ونسيبه. ديت 3 كوبايات لبن اللي هو الحليب، معلقتين ونص سكر، معلقه كبيره لبن بودره، معلقتين قشطه بلدي، معلقتين كريم شانتيه، معلقه كبيره باستري. هنقلب كله على النار كده. دولت 5 معالق نشا هندوبهم بس مش هننزل بيهم على اللبن. اول هحط الخليط دوت اللي هو السكر والباستري والكريم شانتيه واللبن البودره معلقتين القشطه البلدي او على النار. اول ما يغلوا هنجيبهم كده وننزل عليهم بالنشا. اول ما احطه كده هيتقل هحطه على النار تاني يغلي غلوتين. يعني ايه اللي بيعمل اللي هي البقاليل اللي بيعملها دي الفقاعات ديت. وهنركنه نحطه ونغطي وشه بكيس بلاستيك او بستريتش ونسيبه على جنب يبرد. هنجيب بقى هنا معانا نص كيلو جلاش. نص كيلو جلاش من عند الكنفاني اللي هو بيبيع الكنافة او كده. هناخد ورقة ورقة منه ونسيبه كده في فوطة عشان ما ينشفش مننا. هندهن كده بالسمنة، سمنة بلدي طبعا. الجلاش كنافة بسبوسة الحلويات الشرقية ديت بتحب السمنة البلدي. بصي بقى هتاكلي احلى جلاش وكنافة بالسمنة البلدي او نوع سمنة ايا كان يعني، بس يستحسن تكون بلدي. هندهن ورقة ورقة كده. هجيب 4 ورقات فوق بعض، ورقة ورقة، وادهنهم بالسمنة كده عشان يستوي يتقرمش ويحمر معاكي كده ويبقى كله لون واحد. لازم ندهن نوزع السمنة كويس بفرشة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس وكومنت حلو زيكم. هنبدأ كده. هي اتشهرت بصراحة اللي هي طالعة اليومين دولت بفطيرة ست كريمة، بس في ناس بتقول ان هي في يعني حلواني مشهور في المنصورة تقريبا اسمه احمد امين بيعملها. هنجيب كده بعد ما عملنا الاربع ورقات هنجيب الورقه الخامسه نقسمها نصين وندهنها كده، واجيب النص التاني بتاعها مش هدهنه عشان احط عليه الكريمه اللي احنا عملناها بعد ما بردت. ادهنها كده بس من النص بس مش هدهنها هنا عشان الكريمه ما تتزحلقش معايا تثبت. هحط كده كميه يعني بتاع مثلا 5 معالق كبار كده واوزعها كده في النص بس ما تجيش على الحروف. متنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس وكومنت حلو زيكم. احنا يعني ايه كمجرد ان احنا بنوصل فكرة، يعني ادينا احنا طبعا بنتعلم من اليوتيوب من الفيديوهات وكده، وكل واحد وطريقته بقى او الطريقة اللي تريحه ان هو يشتغل بيها وتعجبه. فانا حبيت ان انا اعملها لكم وانزل معاكم بيها. جبت هنا وطبقت كل ما اطبق تطبيقه كده بدهن برضو سمنه عشان تبقى معايا مورقه وحلوه واخده لون كويس. هنقلها بقى في صينيه مدهونه سمنه، برضو هدهن الصينيه سمنه وهحطها كده معاكم. هدهن وشها سمنة طبعا عشان ما ينشفش او يشقق معايا. هجيب بقى اشتغل في الفطيرة التانية برضو. الجلاش بصي ده اختراع بصراحة، يمشي معاه حلو يمشي معاه حادق، صوابع برمة، عش البلبل بقى زي ما في ناس بتقول، برضو في اسامي كده كتير بصراحة. يعني بيتشكل معاكي في اي حاجة بصراحة. يعني اللي بيحب الجلاش، انا بحب الجلاش في كل انه يعني في كل احواله يعني بصراحة يعني. وبحب قوي بالسوداني برضو، بيبقى طعمه حلو قوي قوي مع السوداني. هنعمل الفطيرة التانية مع بعض. جبت 4 ورقات برضو دهنتهم كله ما بين كل ورقة وورقة كمية سمنة حلوة كده. وهطبق كده من الحرف زي ما انتم شايفين. طبعا حطيت الورقة الخامسة في النص وطبقتها نصين، وجبت النص التاني كده برضو لازم ادهنه سمنة واطبقها كده زي ما تكون مربعة كده زي ما انتم شايفين اهوت. بس كده احطها في الصينية برضو وادهن وشها. انا في اللحظه دي ولعت الفرن على درجه حراره 200 عشان يخش على درجه حراره يكون الفرن سخن. و آه، بسيبه زي تقريبا 25 دقيقه ل 30 دقيقه على حسب الفرن بتاعك يسخن الفرن وبحط عليه. هنخلص بقى الاربع فطيرات كده، هو النص كيلو. طلع لي 4 فطيرات وتفضل كام ورقه كده برضو كنت ممكن اعملهم يعني، بس الكريمه كانت خلصت. عملتهم صوابع
هنا بعد ما طلع معانا من الفرن اهوت هنسقيه الشربات البارد بتاعنا. ولعت الشوايه بعد 30 دقيقه و25 دقيقه حسب حراره الفرن بتاعك. طبعا كل ما الفرن بيبقى صغير، عارفين انتوا الافران الصغيره اللي هي 4 عيون ديت، بتبقى درجه الحراره بتاعتها متوزعه حلوه قوي، غير ما بيبقى الفرن طبعا كبير. ممكن بيتحمر معاكي كمان الوش من غير ما تحتاجي ان انت تولعي شوايه، عشان حرارته بتبقى حلوه قوي متوزعه حلو، ان هو صغير يعني فبيبقى سخن قوي. هنا هنحط الشربات طبعا بارد. بعد ما غلى معانا 5 دقايق، كوبايه سكر، كوبايه الا ربع ميه، عصره ليمونه. بعد ما غلى ب5 دقايق او طفيت عليه وحطيت عليه باكت فانيليا. بعد ما الشربات بعد ما الفطير برد معايا خالص خالص تماما يعني، ضربت كوباية كريم شانتيه مع كوباية مية متلجة مع معلقة باستري مع معلقة لبن بودرة بعزز طعم الكريمة بس، ومعلقتين سكر، كله على بعضه ضربته كده، وبنزينها بالكريم شانتيه زي ما هي اتشهرت متزينة كده بالكريمة من فوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب طريقتي تكون كويسة وعجباكم. اتمنى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس، كومنت حلو زيكم. عايزه بقى تزوقيها نوتيلا، زبده لوتس، زبده فستق، بصي سكر بودره، جناش شوكولاته. انا عملتها كده بالكريمه وحطيت عليها جناش شوكولاته من فوق، وواحده بس عملتها بالسكر البودره. ولو فراوله حطي، مانجا حطي، جبت موز بس وعين موز كده وحطيتهم من فوق، شوكولاته شيبس على اللي هي عملتها زي نجمه كده، وسوداني موز بقى، ده اللي عايز انتي، وزي ما ايدك تجيبك في التزيين انتي والامكانيات اللي في البيت. مفيش كريمه حطي عليها كلها سكر بودره عادي، مفيش دوت، ممكن تستكفي وتاكليها خالص وهي عليها الشربات هتبقى حلوه برضو، مفيش اي مشكله. متنسوش بقى تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس، كومنت حلو زيكم. هنا برش سوداني، عندك بندق، عندك لوز، بقى كل واحد وامكانياته. دول بس كانوا عنبتين هربانين كده حطيتهم من فوق كده، وحطيت هنا شوكولاته شيبس كده زي ما انتم شايفين كده، وهنا قطعت موز، وهنا سوداني ويا رب تجربوها. فطيرة ست كريمة بقى، فطيرة احمد امين، فطيرة ايا كان بقى، في شيفات كبيرة عملتها برضو طالعة بسم الله ما شاء الله يعني حلوة قوي. احنا بنتعلم برضو من بعض. بصوا شايفين قوام الكريمه متماسك خالص ازاي، واستوت معايا ولا طلعت من الجلاش ولا اي حاجه. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا رب الفيديو يكون عجبكم، كان طعمها حلو قوي بصراحه. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس، كومنت حلو زيكم. مع السلامه.